مساء الخير ومساء الورد، عاملين ايه كده؟ يا رب تكونوا بخير ومشعشعين وفرحانين ومبسوطين، وعندي ماما منورين. حلوة. عندي ماما منورين، لان الفيديو بتاع النهاردة عند ماما. زي ما قلت لكم كان في فيديوهات موجودة هناك. فالفيديو ده انا سجلته دلوقتي معاكم، لكن هو كان متصور وانا عند ماما اليومين اللي فاتوا. يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو كده فيه حماس وطاقة إيجابية كده وحاجة حلوة قوي، يا رب يعجبكم. الانتريه هنا كمان لونه حلو قوي، لونه جميل كده وهادي مع اللون الرمادي. شكله تحفة. بما ان انا قاعدة، وطبعا طول ما انا قاعدة وفي حد من ولادي موجود، فطبيعي ان الدنيا اكيد هتبقى متبهدلة. فقلت اعمل بقى اوضه الانتريه. ليها هي زي كفر او حافظات كده بتتحط عليه. فهعمله دلوقتي معاكم. هننفض كده الانتريه وهنرتبه كده، ونمسك الفرش بتاعه ده، هنحطه يعني كده على الكنب وكده وهنظبطه. اسمه ايه بقى؟ انا مش عارفه. كفر هو او حافظات كده. بياضات ممكن، ايوه، بيقولوا عليها بياضات، عشان مطرح القعدة يعني ما يتوسخش بسرعة. فهي الحافظات دي حلوة قوي، او البياضات دي بتتفرش على الكنبة وبتتفرش على الايد اللي احنا بنسند عليها على الكنبة. فطلعتهم وقلت بقى افرشهم معاكم عشان الدنيا ما تبص اكتر. وهم اصلا ماسكين لما بتيجي تفرشوهم كده على الكنبة، على الكراسي، بيمسكوا حلو يعني. مش ان هو قماشتهم بقى بتقع وبتتبهدل وكل شوية محتاجة ترتيب وكده، لا، بيمسكوا حلو كده، او بيقفشوا في الكنبة نفسها بتاعة الانتريه، فحلوين قوي. وماما جايباه اللون اللي هو الرمادي، والورد بتاعه الصغير فوشيا، على اللون البطيخي، على اللون النبيتي، يعني الوان كده حلوة وقريبة من الفرش نفسه، يعني لايق على المكان قوي قوي. وخصوصا ان هو اللون بتاعه الاساسي رمادي، فماشي طبعا مع الانتريه في حتة في اجزاء رمادي، وماشي مع الستارة هي رمادي. ماشي. يا رب الفيديو يعجبكم. هو خفيف وبسيط، بس برضو في إيجابيات. أي تنظيف لازم يكون من وراه طاقة إيجابية، لأن النظافة في حد ذاتها بتدي كده مكان مختلف، إحساس حلو. بتخلي المكان للأحسن وللأنظف، وشكله مترتب ومريح للعين. يعني تحس كده إن العين نفسها مرتاحة إن المكان حواليكم نظيف. خلصنا أول كنبة وقمنا بالمهمة بسلام. أنا عايزة أقول لكم إن في أول الفيديو أنا قفلت الستارة، أو قفلت البلكونة، على أساس إن هي بقى هتعكس الإضاءة، والإضاءة والتصوير مش هيبقى مظبوط. وبعدين نسيت إن أنا أصلا كده كده هفتح في النهاية البلكونة عشان تهوي يعني. ما بنحبش المكان مقفول، حتى في الشتاء بنفتح الشباك يهوي، ما بنخلوش مقفول. يعني حتى في الشتاء بنفتح. لازم الهوا وتغيير الهوا ده ضروري. فانا كده كده هفتح معاكم دلوقتي. فانا عملت ايه؟ رجعت الستاره مكانها كده على جنب ورا البلكونه، عشان هنفتح البلكونه دلوقتي مع بعض. ماشي. نخش بقى على الكنبه دي كمان. اي خدمه. ما ينفعش نكون عند حد قاعدين عنده يوم او اتنين او تلاتة، حتى لو الحد ده قريب مننا. اختك، اخوكي، مامتك، فلانة علانة صاحبتك. ما ينفعش ان احنا نبقى قاعدين عند حد وسايبين المكان حوالينا يضرب يقلب بقى، اصل اصحاب المكان هما اللي هيعملوا، لا. هنعتبر ان المكان اللي احنا عايشين فيه او اللي قاعدين فيه ده زيه زي بيتنا بالظبط. احنا بقى في بيتنا مش بنشتغل، ولا احنا بنقوم من النوم ننام تاني؟ اكيد لا. بنعمل في بيتنا، بنغسل مواعين، بنروق، بنكنس، بنغسل. فمن الطبيعي ان احنا برضو لما نكون عند حد ما نبقاش بقى حاطين ايدينا في المية الباردة ونقول ما هم اصحاب البيت هيعملوا. والكلام ده طبعا كده كده احنا كان عندنا لو عند امهاتنا اكيد هنعمل. مش هينفع، ما ماما اكبر مننا سنا، وكمان احنا اللي ملزومين نعمل بده. لكن انا كمان بتكلم بشكل عام، لو موجودين في اماكن تانية، مش شرط ان احنا نبقى عند ماما فمضطرين نعمل عند ماما، لكن في مكان تاني لا لا، ما ينفعش. يعني لو عند مرات اخوكي تبقي خفيفة كده، متبقيش كسولة. ما تبقيش تقيلة في قعدتك، لا، خليكي خفيفة.
مش هتقولي بقى دي مرات اخويا بقى وهي اللي هتقوم تعمل وانا مالي، ما انا ضيفة عندها، لا وكده. ما ينفعش. في النهاية بيت اخوكي ومرات اخوكي زي اختك، وفي النهاية بيتكو، واي مكان انت قاعدة فيه لازم يبقى ايديكي فيه وتنضفي، متعتمديش على حد. فتقومي كده تبقي ايدك في ايد مرات اخوكي، في حاجة وسخة عايزة تتعمل قومي اعمليها، في مواعين عايزة تتغسل اغسليها، في حاجة عايزة تتروق روقيها، المكان اللي بتنامي فيه، السرير، الأوضة اللي انت فيها، تقومي كده تهويها، تروقي السرير اللي كنت نايمة عليه، تكنسي الأرض، ترتبي المكان من حواليكي، متخرجيش من أوضتك إلا لما تكون المكان بتاعك نظيف. كمان لو ضيافة عندي عمك، عند خالك، عند فلان، عند صاحبتك، لأي ظروف حصلت واضطريتي تقعدي مثلا يوم ولا حاجة، أي حد، أي حد. طب أنا عايزة أقول لكم إن والله والله إن إحنا لما بنبقى في مصايف أو في مصيف أو حاجة، إني بعتبر إن المكان اللي فيه ده كأنه بيتي بالظبط، ومصير هروح مصيف في يوم من الأيام وهصور لكم تنظيفات من هناك. أنا حتى وأنا في المصيف لو قاعدة في مكان، مش بقول بقى إيه خلاص بقى يعني مش شقتنا ومش مكاننا وعادي والدنيا تبقى متبهدلة أو إن إحنا نسيب الدنيا كده حوالينا مكركبة ونقول إيه نبقى نعملها في اليوم الأخير وإحنا مسافرين يعني. لأ، طب ما هو ده غلط برضه. ما هو المكان ده انت عايشة فيه، ازاي هتقعدي مثلا اسبوع او 10 ايام او كام يوم، حتى لو 3 4 ايام، المكان هتسيبيه مدربك كده؟ اصل بالصبح مثلا في المية، واخر النهار بنشطف وبنتغدى وبنخرج وبنيجي على النوم بالليل، فخلاص مش مشكلة نبقى واحنا ماشيين نرتب او نروق. لا، 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 ما ينفعش، لازم تسيبي ساعة لتنظيف المكان اللي انت فيه، لازم ضروري. ما ينفعش، لازم يبقى حوالينا برضو نضيف ومترتب، فانا بعمل كده. يعني اي مكان سبوحة بتتواجد فيه لازم تبقى ايديا شغالة، لازم، ما ينفعش ان انا اقعد كده. فانا عايزاكم بقى ايه تتحمسوا وتتنشطوا من الحاجات دي، ويبقى عندكم الحتة دي موجودة جواكم، لان انا واثقة ان مش موجودة عند كل الناس. ممكن يكون حد بيسمعني دلوقتي الموضوع ده موجود عنده بالفعل، طبعه من طبعي مثلا، او الفكرة دي في دماغه، او ان هو بينظف فعلا في اي مكان. لكن في ناس تاني لا، في ناس تاني العكس، او بيعتمدوا على غيرهم، او الصيغة اللي انا اتكلمت بيها، في ناس كده وفي ناس كده. فأتمنى الناس اللي هي ما بتعملش حاجة، أو الكسولة، أو إن هي بتعتمد على غيرها وهي موجودة عندهم، أو إن هي من النوع اللي لما تروح مكان بتقعد بتبلط، لا. ما تبلطيش يا أختي انت وهي. ما تبلطيش، خليكي خفيفة، خليكي خفيفة عند الناس. عشان ما يرموش وراكي حتى قلة وانت ماشية، ولا زير، ولا يبقى ناقص حتى التلاجة يستغنوا عنها من برودك أو من تقلك. يعني ممكن يضحوا بالتلاجة يعني. ممكن يضحوا بالتلاجة باللي جوه التلاجة كمان. لا، خليكي خفيفة. أه، أتمنى الفيديو يكون عاجبكم، والدردشة الحلوة اللي بندردشها حلو مع بعض دي تكون عاجباكم، وشكرا لاستماعكم. لو انتوا لسه بقى بتسمعوني ووصلتوا بالفيديو لحد 8 دقايق ونص وموجودين معايا وما زهقتوش مني، ما تنسوش بقى اختكم في الاشتراك يا حلوين. من كل اخ واخت، انا عندي اخوات رجاله وعندي اخوات ستات، اتمنى منكم لكل اللي بيسمعني، لو نسيتوا تحطوا اللايك على الفيديو، اوعوا بقى تنسوا تحطوا اللايك، وربنا ببلاش. وربنا من غير فلوس. ما تنسوش اللايك على الفيديو، ومشكورين طبعا عليه. ولو أول مرة تشوفوا القناة أو بتسمعوني وبتشوفوني كتير بس مش مشتركين، لا، اتفضلوا نوروا وشرفوا القناة، لأن أنا هكون مبسوطة بوجودكم معايا. شكرا لاشتراكاتكم، وشكرا للايكاتكم، وشكرا كمان لمشاهدتكم. مليون ألف شكر. يلا يا سبوحة، اقوي كده امال. خليكي قوية. طبعا وانا بدردش معاكم شفنا، عملت الكنبة الاولى وعملت الكرسي وعملت الكنبة التانية وعملت كمان الكرسي الاخير. فما سبتش اي مكان في الاوضه لما اتعملت. نفضت الانتريه وفرشنا البياضات او الحفظات بتاعه الانتريه دي، وجبت الترابيزه كده كنست. بصوا، هي الحافظه اللي احنا واقفين عليها دي سجاده وفوقيها حافظه، يعني اللي ظاهره دي على الارض حافظه سجاد لونها تحفه.
نبيتي، في وردي، في فوشيا، حاجة كده قمر، ومتفتحة أو لونها فاتح باللون اللي هو الأبيض والبيج، فمخلية شكل الأرض منور كده. ده الكاميرا عندي بتاعة التليفون ظلمة الأوضة كلها على بعض، ظلمة كمان الأرض تحفة. الحافظة شيك قوي قوي قوي، وشكلها جميل، ونوعها تقيل، وفيها من تحت زي مشمع كده او حاجة عشان لو اي حاجة اتدلقت كمان ما تعديش على السجادة. يعني حافظة ما شاء الله تحفة قوي قوي. وبعدين كبيرة، فمحطوطة تحت الانتريه نفسه، فطبعا مش بالساهل ان يتشال. وكمان زي ما قلت لكم قبل كده، في واحدة بتيجي تنظف الشقة لماما، فالحاجات دي لسه مفروشة، فتحتيها مكنوس وممسوح ونظيف، وهو محطوط الحافظة تحت الانتريه، فصعب بقى ان هو يتشال، خصوصا ان تحتيه نظيف. لو وسخ ما كانش هيصعب على صبوحة حاجة، وكنت هشيله وكنت هعمل وهمسح وهعمل البدع، بس هو تحتيه اصلا نظيف تمام. فجريت كده الترابيزة على جنب وكنست الحافظة من على الوش، لميت بس الترابة كده الخفيفة، او لو كان في حاجة في الارض لميتها. وبعدين رجعنا بالترابيزة مكانها في النص، مسحنا الترابيزة، وبنفس الفوطة كده، والفوطة دي زي ما انتوا اتعودتوا خلاص بقى من صباح، الفوطة لا فيها سن ديتول لا فيها شوية خل مع كلوروكس الوان، ومبلولة بالمية. وبعدين ببتدي ان انا امسح بيها اي مكان قابلني بقى، شباك، ترابيزة، في حوالين الكوبس بتاع النور بتاع الكهرباء دايما ممكن يكون غامق شوية، من مطرح ان احنا كل شوية نطفي النور نقفل النور، فممكن صوابعنا تكون معلمة، فبرضو بمسح حوالين الكوبس بتاع النور. شباك، بلكونة، ازاز، ترابيزة، اي حاجة عندك تقدري ان انت تمسحيها بالفوطة دي، تلمعي كده وتظبطي المكان بعد ما بتخلصي. يا رب، يا رب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع بعض كده يا جماعة، ماشي؟ نكسب ثواب مع بعض وتكسبوني ثواب، ان انتوا وانتوا قاعدين لو في حد منسي، طبعا احنا كلنا فاكرين ذكر الله وصلاة على النبي والتسبيح وكل حاجة، بس لعل يكون حد في سهوة دلوقتي، اكون انا ذكرت وكسبت ثواب. يلا كلكم بقى لازم تقولوا ولازم تذكروا الله ولازم تسبحوا معايا عشان اذكر، عشان انا اخد ثواب من وراكم. أه فتحت البلكونة، ايوه كده بقى، هويت المكان، ايوه كده، الله. التهوية دي جميلة قوي قوي، واليوم حلو. انا عايزة اقول لكم ما شاء الله الله اكبر، شقة ماما عسل، انا بحبها، خفيفة وجميلة ومريحة، مش كل الشقق مريحة، فالحمد لله الله اكبر ما شاء الله. ربنا يسعد ماما فيها يا رب ويهنيها. أه حلوة. فانا فتحت البلكونة كده وهويت المكان، وخليته كده ايه زي ما كان، لان احنا من عادتنا اصلا في الصيف طول الوقت الشباك ده مفتوح، البلكونه مفتوحه اصلا ليل نهار مفتوحه، ممكن نقفلها وقت النوم بس، لان احنا اول بلكونه بدل ما يكون منط للناس ولا حاجه. ماما تقول لي لا بس انا بخاف، انا جبانه، بخاف قوي، فدايما تلاقيني اقفل وتربس وكده، لكن ماما بتسيبه ليل نهار مفتوح كده يهوي المكان، خصوصا ان احنا في الصيف. في الشتاء طول النهار مفتوح، وممكن يتقفل برضو وقت النوم. فهنا كده خلصت، شكرا ليكم.